انتوا ليه ما بتدوش حقوق للناس؟ اللي جاي ميكروباص وهيلبسها. حقوق ايه؟ انا مش هاكل. شرير قوي بس طيب قوي قوي. لما البلد يحكمها قزم صغير قد كده نفسيا كل شيء يصغر. تبع عوز احلى سلام وتحيه للعريس حبيبي. انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه. هي دي بلادنا، دي بلادنا اللي في رقبتنا. يقول لك فين ايام الدولار، ايام مرسي ده كان ب7 جنيه و60 قرش، شوف دلوقتي وصل لكام. انت ما عودتش ايام مرسي، ده واحد. انا مش مصدق عيني. هو الدولار دلوقتي بينزل، فيجي يقول لك ايه ده، هم اكيد بيضخوا دولارات جوه السوق علشان يقللوه، لكن اخر السنه، ما هو دي معلومه صح اللي هي ايه، ان الدولار بيقل. تسمح لي ارجع تحت مداسك واعيط؟ اعيط. وشوية العرر والجرابيع بقوا متحكمين في البلد ومعبرين عن الخطاب فيها. على رأي المثل تدعي ربك يصلح الحال تلم العيلة كلها في شوال. خش على ال 95% تدليس. الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. اصل هو اخر السنه هيطلع يبقى ب20، وعلى شهر 3 هيبقى 25، وعلى نص 2018 هيبقى ب30. يا سلام. قول. طيب لو في حد من حضراتكم بيصدق، انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل. يا سعاده البيه انا نفسي اعمل حاجه، انا نفسي اعيط. لا يخجل اطلاقا، بل لانه لو جات له فرصه كان نزل قبل الصندل بتاع محمد بن زايد. بس بقى كده ظهرت قوي، انت كده قطعت لي الشرطه في البسين. هقول تعبير صعب جدا جدا، والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع. ايه الراجل ده؟ مش هيزيد. حلو، مش هيزيد. كلمه 20 جنيه مش هتحصل. قول يا شتموني قول. لكن انا كنت الحقيقه طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني، يا عيني. ومش هيوصل 25، واليوتيوب لا ينسى. سلام. ومش هيوصل 30 خالص، وهيفضل ينزل. طب هينزل ليه يا عم يوسف؟ كمان اللي احنا عايزينه بنحققه كمان. انت في عندك مجموعه حقول بتاعه غاز طبيعي موجوده في المتوسط. لا دي زيتونه كذب دي. اذا هتبقى في عندك وفر في انفاقاتك الدولاريه او من العمله الصعبه. فالبلد يا حضرات ربنا يستر على الناس. الحقونا يا سعاده الباشا، الحقونا بقى، الزراير كترت في البلد قوي، الناس خلاص بقت يعني محطوطه في قلب الخلاط، بقوا في مزرعه الخلاط.